تعالوا نتكلم كده اخوات مع بعض. يعني هو السكوت على الغلط هو الغلط نفسه، يعني ان احنا نسكت على الغلط فهو ده الغلط ذات نفسه. عمر الغلط ما هيبقى صح ولا الصح هيبقى غلط. اي مشكلة بتحصل لنا وبنسكت عليها وبنتمدى فيها ونقول بكرة الدنيا هتتحسن وبكرة الدنيا هتتظبط، ونسكت ونتراجع و... ونقول نسكت عشان الدنيا تعدي والدنيا تمشي، وبكرة هيبقى في تغيير وبكرة هيبقى في تحسن وبكرة الدنيا هتيجي معانا وكل حاجة بتحصل هتبقى كويسة. اي حاجة مش عاجبانا بتحصل هتبقى كويسة. السكوت على الغلط هو الغلط نفسه، ومفيش حد بيكبر على شيء او بيتبني على شيء غلط ومع الوقت بيتحسن ابدا ابدا ابدا. الروتين ده يا اخواتي هو مش كبير، هو 7 دقايق. بس حبيت اتكلم معاكم في حاجة، يعني تقولوا لي برضو ايه رأيكم في الكومنتات وتقولوا لنا برضو رأيكم يعني كده. بس قبل اي حاجة نصلي على الحبيب في الكومنتات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. القطة دي ساعات بتخش تستخبى في الشقة وتخضني، يعني ساعات مثلا كده اروح اجيب اي حاجة وهي كمان عشان سودا بحبش الصودا، فالاقيها بتمشي بعد كده في الشقة فتخضني. ربنا يحفظنا كده من اي خض، اللهم امين. طلعت كده سقيت الشجرة واديت لمحمد الصبح يروح يجيب لنا فطيرة كده، وقلت نعمل كوباية شاي وانا كنت حاطة الجاكيت دون كان مندي كده بسيط، فقلت يعني ما كانش في مكان على الاحبال فسيبته هنا كده ينشف، وقلت الم الغسيل زي ما انتم شايفين. طبعا اخواتي الامارات اللي مشتركوش في القناة اشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. وبقول لكم مين اللي بيحط الشرابات كده على اي حاجة جوه يسندها علشان بتقع من الشباك. بحب اسندها كده على الانتريه مثلا، واول يعني الغسالة بتطلع هدوم ناشفة وبعد كده ايه بشيلها. طبعا ده يومي على الطبيعة، ان انا بعد محمد يجيب لي فطيرة ولا يجيب فطار وانضف انا القعدة كده عبال ما يجي ونقعد نفطر مع بعض. ما اشتركتيش يا قمر في القناه لحد دلوقتي اشتركي، هكون مبسوطه جدا ان نزلت اخت قمر. ولو انت دايما بتشوفيني متنسيش بقى تشيري روتيناتنا لكل اخواتنا عشان قناتنا تكبر كده باذن الله. واللايك يا اخواتي اللي بيشجعني بيخلينا نستمر وبيخلينا نكمل. متنسوش اللايكات والكومنتات. المشكله اللي انا هحكيها لكم النهارده، بصوا بقى، انا بحب ان انا يعني ده يعني اتكلم معاكم واتناقش معاكم. طبعا الحياة بقت مليانة مشاكل ومليانة ضغوطات ومليانة حاجات كتير جدا. كل بيت فيه اللي مكفيه، خلينا تبقى متفقين. هنا زي ما انتوا شايفين كده محمد جه بقى وهنحضر الفطار وهنفطر وانا بتكلم معاكم وانتوا شايفين ايه اللي بيحصل في الروتين. تمام. هو كان جايب فطيرة حلوة وسخنة وكوبايتين شاي والدنيا كانت تمام وزي الفل وقاعدين بنفطر ونتفرج على التلفزيون وهقوم اكمل بقى. ده يومي على الطبيعة. اول ما ابتدي اصحى وكده يعني هكمل معاكم كلام وانتوا شايفين بقى انا ومحمد بنفطر وبنتكلم مع بعض. خلينا متفقين ان كل بيت فيه مشاكل وكل بيت فيه اللي مكفيه، كل بيت فيه مريض وكل بيت فيه عاصي لاهله وكل بيت فيه زوج بيعمل مشاكل مع مراته، وكل بيت فيه عيال مضايقين امهم وكل بيت فيه اخت زعلانه مع اختها واخ زعلان مع ابوه. كل بيت فيه فعلا اللي مكفيه واللي يشوف بلاوي الناس تهون عليه بلاويه. بس انا عايزه اقول لكم ان في حاجات لا يصح الا الصحيح وما تقبليش بالغلط تحت اي ظرف من الظروف. بكلمكم بجد. يعني جوزي ضربني وسبت البيت ومشيت الساعه 4 الفجر. انا وعيالي 2 و4 سنين. وكان في اول الجواز يعني كل ما يحصل في بداية الجواز خالص كل ما يحصل ما بيننا كلام او حوار او اي حاجة يمد ايده عليا، وكنت اقول بلاش اهلي يعرفوا علشان ما يحصلش مشاكل والدنيا تكبر والدنيا تعدي، لان كنت في الفترة دي حامل وما كنتش عايزة اولد برا بيتي وعايزة الدنيا تمشي والدنيا تعدي. وولدت اول طفل وبرضو الدنيا ابتدت تكبر بس انا مبقتش قادرة استحمل، فقررت ان انا اسيب البيت وامشي. عملت معاه مشكلة وكانت الدنيا ليل ودخل نام خدت عيالي ومشيت وزعلت جدا ان انا مشيت وكانت الدنيا ليل ومعايا طفلين وطولت جدا في المواصلات عقبال ما روحت لاهلي بالليل، والدنيا بالليل مش حلوة خالص.
دي مشكلة بنوتة، زوجة متجوزة عندها 24 سنة، وهي زي اي بنت بتتجوز بعد كده بتبقى عايزة تبقى مستقرة في بيتها وفي حياتها، وعايزة تحافظ على بيتها واحلامها ومستقبل عيالها وكل حاجة بتحلم بيها لما دخلت البيت ده. فبتعدي حاجات للأسف ما ينفعش تتعدى، حتى لو كنت حامل، حتى لو لسه بدي حياتك، حتى لو خايفة من اهلك، حتى لو خايفة من مشاكل. بص اقولكوا على حاجة، البيوت اسرار، البيوت اسرار، بس في حاجات ممكن نعديها مع الزوج، وفي حاجات ما ينفعش نعديها. يعني الراجل اللي بيضرب مراته دون، طبعا انا كنت بقول لكم هنكمل في الاوضه التانية. الراجل اللي بيضرب مراته ده يا اخواتي ما ينفعش تعديها يا حبيبتي. الدنيا بتكبر تكبر تكبر، بيبقى في اولاد بتشوفك بتتضربي وبتتهاني وانتي بتسكتي وبتفتكروا ان ده الصح، وده اساسا مش صح. الاهل موجودين سند وعزوة في الوقت الغلط ده، الوقت الغلط اللي انت لازم تدخلي فيه اهلك، وتحت اي ظرف من الظروف ما تسيبيش البيت وتمشي بالليل ابدا. لازم لو هو يوديكي عند اهلك، لاهلك يجي ياخدوكي، لان انت ممكن تحلي مشكلة بمشكلة اكبر. وما ينفعش خالص ان انت تمشي وتسيبي البيت بالليل، عشان الليل غدار، ده حقيقي بالعربي وبالمصري عندنا الليل غدار. فما تحليش مشكلة بمشكلة اكبر، وما تسكتيش على المشكلة علشان على امل ان هي تتحل. ما هو لكل حل لازم يكون في حل حد يحلهولك اكبر منك، عارف ان دي مشكلة وهتتحل، لازم حد يحلها لك. فلا جوزك يحلها لك، ولو جوزك اللي عامل معاكي المشكلة هو اللي بيمد ايده عليكي، فاهلك يحلوها لك. ولازم يكون في وقفة كبيرة تعمليها مع نفسك. وانتوا كمان يا اخواتي قولوا لها ايه رايكم في الكومنتات. انا معترضه ان هي بتتضرب من الاساس وبتسكت عشان ما تعملش مشاكل. لا، ما تسكتيش على حقك ابدا. في حاجات ممكن تسكتي عليها وتعدي، طبيعه اي بيت واي اتنين متجوزين، وفي حاجات مع الوقت بتكبر وبتبقى مشاكل كبيره وما بتقدريش تحليها. فقيمي حياتك، مهما كان عندك مشاكل في بيتك ما تمشيش وتسيبي البيت بالليل. ربنا يهدي سركم جميعا يا رب، وربنا يصلح حالي وحالكم. واستناه كل اخواتي الامارات ايه رايكم في الكومنتات. هل هي اللي عملته صح ان هي ضربت وسكتت من الاول؟ دي اخت لينا كتبت المشكله وكانت عايزه تاخد رايكم تعمل ايه. هل ان هي بقى غلط ان هي سكتت من الاول، ولا ان هي عايزه الدنيا تمشي، ولا اللي سابت البيت ومشيت بالليل؟ يا ريت تقولوا لها رايكم في الكومنتات. متهيألي انا قلت رايي. متنسوش اللايك والكومنت الحلو يا اخواتي. ربنا يهدي سرنا جميعا يا رب.